السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا البنات غادي نشارك معكم في هذا الفيديو بلاطو متنوع ديال حلويات الصابلي. غادي يكونوا ان شاء الله 7 ديال الاشكال من غير هذاك الشكل اللي فيه الاسم. غادي ندير لكم ان شاء الله فيديو اخر باش ما يجيكمش هكا طويل. كنتمنى والله هذا الفيديو ينال استحسانكم وتاخذوا منه هكا افكار باش تنوعوا المائده ديال الفطور ديال العيد ان شاء الله. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو خليو لي لايك وكومونتير الا كاين شي تساؤل، واللي اول مره غادي تدخل القناه خلي لي مشاركه. ومرحبا بك اختي على قناتي وقناه وفاء الناجي. كنتمنى لك فرجه ممتعه ونخليك مع الفيديو. اول حاجه غادي نبداو بها البنات، هنا الشكل الاول غادي يكون لها الشكل دائري صغير. بالنسبه للعجين راني كنبسطها ما بين جوج ديال بلاستيكات، يعني طريقه معروفه. ما بغيتش نطول عليكم فيديو، غادي نعطيكم فقط داكشي اللي مهم هكا باش ما يجيكمش الفيديو طويل وكذلك تستافدوا منه. بالنسبه للشكل الثاني اختاريت هذا الشكل هذا اللي اوفال، والشكل الثالث غادي ناخذ هذا الشكل دائري غادي يكون كبر من هذاك الشكل الاول اللي درت في كبر من الشكل اللي درت في الاول. صافي غادي نتبعوا حتى هو بهذا الشكل هذا. والعجينه البنات نتوما غتختاروا واش بغيتوها رقيقه ولا عريضه زعما في السمك. انا درت هنا رقيقه، ما كنبغيش العجين يكون عريض بزاف، سورتو الا كنت غادي نلصق وحده على وحده يعني راه تيكون رقيق. واغلبيه الكليان اللي كيبغيو الصابلي رقيق، وانتم يعني على حسب اشنو كتفضلوا، على حسب بالنسبه للسيدات اللي كيخدموا على حسب الطلب ديال الكليانه. بالنسبه للشكل الرابع البنات اختاريت هذا اللي فيه هاد الرشيمه ديال القلب من الوسط، يعني جهه وحده غتكون سامبل وجهه فيها هذيك القليب من الوسط غادي نحيدو، غادي يعطينا داك الشكل ديال القليب. صافي. بالنسبه للشكل الخامس ولا الرابع غادي يكون على هذا الشكل حتى هو اوفال، غير حتى هو غادي يكون فيه ديك التقيبه الفوق. يعني كنتمنى من الله يكون المريشم واضح ليكم باش تشوفوه. صافي، يعني الفوق ديالو غادي يكون فيه ديك التقيبه من الفوق. بالنسبه للطياب البنات ديال الصابلي ديما مهلوا عليه، من الاحسن خليوه شاعل عليه غير من التحت، ما تشعلوش عليه من التحت والفوق باش هكا يطيب لكم على خاطرو وياخذ هذاك اللون مذهب. الا كنتم مزروبين ديروه لتحت والفوق، ولكن شميعه، يعني الصابلي راه ما تيبغيش يطيب هكا دغيا باش ما يتخطفش، وكذلك يطيب من الداخل، وإلا طاب من الداخل كيبقى معكم مده اطول. يعني هادو من الاسرار باش يبقى معكم الصابلي مقرمش وزوين في اللون ديالو كلشي. بالنسبه للشكل الخامس البنات فانا اختاريت هاد الميني تارتوليت. بالنسبه لطريقه الخدمه ديالهم راه كتكون فحال ما هكا، انا ما كنخدمش، ما كنزرعش العجينه وكنقطعها عاد كنبدا نفاصوني في ليمون. كناخذ هكا الصابلي ديالي وكنحطو في الوسط وكنبقى غادا دايره مع المول. بهذه الطريقه كتربحي الوقت وكذلك الجهد. اما الا كان شي كونتيتي كبيره راه هذه القضيه كتنفع بزاف. صافي، بحال ما هذا الشكل كيجيو هكا. بالنسبه للشكل السادس كناخذ هاد المريشم هذا كما تشوفوا معايا. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على هاد السيلبات هذه، فهي اللي كنطيبوا فوق منها الصابلي، كتكون على شكل ديال سيليكون، كتدخل الفران يعني قابله للحراره. كنحطوا فوق منها الصابلي ديالنا، اون فوا هو كيطيب كياخذ هذوك لي تراس اللي كاينين في داك السيليكون. يعني هذا هو الشكل ديال، كياخذ هذاك الشكل ديال المربعات الصغيره اللي كاين في داك السيليكون. صافي، الشكل ديالنا درتو بالعجين ديال الكاكاو. بالنسبه للبنات اللي بغاو العجين ديال الصابلي راني ديجا حطيته في الفيديو السابق، غنخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. غادي ندخلوا الصابلي ديالنا يطيب. بالنسبه لهاد لي ميني تارتوليت غادي نطيبهم غير نص طيبه، وغتشوفوا معايا من بعد اش غادي ندير ليهم. والصابلي الاخر راه غادي يطيب كما قلت لكم الطريقه ديال الطهي ديالو. صافي، من بعد ما خرجت لي مول من لي ميني تارتوليت من الفران، غادي ناخذ هكا العقده ديال اللوز باش كنخدموا صابلي، باش كنخدموا الحلويات ديال اللوز عاديه، العقده عاديه. غادي نديروها هكا حليبلات صغيورين وغادي نبسطوها في القاعده ديال هذاك ديال هذوك لي ميني تارتوليت. يعني هاد الاضافه كتعطيها واحد لذه اكثر وكيجيو عندهم قيمه اكثر. صافي، من بعد غادي ندخلوهم يطيبوا في الفران على نار مهيله من الفوق ومن التحت، غير يذهبوا ونخرجوهم. بعد ما كيذهبوا لينا راه شفتوا معايا باش ما تقصحش لكم لاباط ديال اللوز، يعني يعطيهم العافيه مهيله. صافي، من بعد غادي نشوفوا الخليط اللي غنديروا فوق منهم. فانا خديت لي فخوي كونفي وخديت القشور ديال البرتقال معسلين وكذلك شويه ديال الناباج اللي غادي يجمع لينا هادشي كامل. وخديت واحد راس معلقه صغيره ديال الروح ديال الليمون، اختاروا نوعيه تكون مزيانه. صافي، وغادي نخلطوا الكل حتى يندمجوا لينا العناصر.
مع بعضياتهم، وغادي نبداو نحطو فوق هادوك لي ميني طارطوليت. بالنسبه اللوز البنات بغيتو ما ديروهش ما ديروهش، يعني غير هو كاضافه كيعطي واحد البنه اكثر للميني طارطوليت. بغيتو ديروا عاوتاني ديروه غير هاد الخليط هذا، تزيدوا عليه اللوز اولا تزيدوا عليه الطريفات ديال الكركاع اولا الطريفات ديال الكاوكاو، حتى هي كتعطي ديك القرمشه، كيجي لذيذ. صافي كنعمروا هادوك لي ميني طارطوليت بهاد الكيفيه هادي وصافي. وكان في الاخير كنزوقوهم، انا زوقتهم بهذا العقيق هذا الدوغي، غير هكا رشيشه من الفوق. تقدروا ديروا نوغاتي، تقدروا ديروا طريف ديال الكركاع اولا مكسرات، يعني كتبقى الاختيار ديالكم على حسب الطلب ديال الكليانه واللي متوفر عندكم كذلك. بالنسبه لهذا الشكل هذا اللي اوفال كما شفتوا معايا الصابلي ديالي من بعد ما خرجته راه كياخذ واحد اللون ذهبي زوين. كما قلت لكم احترموا غير الطريقه ديال الطياب، راه غادي ينجح معكم الصابلي كيجي غزال. ما تجهدوش عليه العافيه وعطيوه شويه الصبر، هاد الصابلي كيبغي غير شويه ديال الصبر وصافي. بالنسبه للشكل ديال الاوفال درت ليه هذيك الفراشه، درت شوكولاته بيضاء زدت عليها اللون وردي وصافي وخدمتها عاديه. بالنسبه للشكل الدائري الكبير خدمت ليه هاد الوريضات هادو، انا كنوريكم دابا لي ترانسفير شوكولا باش تعرفوهم. بالنسبه للدائره الصغيره خدمت ليها هاد الرشمه هادي في الشوكولا. بالنسبه للصابلي البنات ديال الكاكاو من بعد ما طاب صافي كناخذ هنا لا باتا تارتيني، اي شوكولا ديال الدهن عندكم نتومايا كتفضلوها تقدروا تستعملوا كذلك زبده الفول السوداني اولا تلاقيو فقط غير بتعليكه عاديه. على ذكر التعليكات ان شاء الله مازال غادي نشارك معكم فيديو فيه تعليكات خاص، غنديروا غير خاص بالتعليكات حيت كنخدم كونتيتي كبيره بحكم العمل، كنخدم كونتيتي كبيره وكنخليها ان شاء الله من نبغي نخدم غادي نصور لكم ضروري فيديو باش تشوفوا معايا هذوك التعليكات كاملين المعتمدين عندي. صافي غادي نلصق هنا بهاد الصابلي وحده على وحده، وغادي ناخذ هنا التعليكه دايره فيها ناباج والجلوكوز. بالنسبه للناباج كيكون دائما ضعف ديال الجلوكوز، ما كنديرش انا الجلوكوز بزاف باش ما تيقصحش ليا الصابلي وفي العضه ديالو تيبقى مقرمش او ميم طون رطب. هنا درت كما قلت لكم على حساب الكميه اللي غديروا نتوما، درت انا الناباج نصف ديالو الجلوكوز، وهنا درت اغوم ديال الكابوتشينو اولا درت اولا ديروا اغوم ديال الكراميل اللي بغيتو. انا مشيت مع داك لوغو ديال الكافي شوكولا، بقيت في هذاك لو تيم. صافي كندهنوا النصف ديالو وكنفندوه هكا في اللوز كونكاسي. انا درت هنا اللوز وكنديروا خطيطات ديال الشوكولا وكنرشوه هنا رشيت واحد العقيق برونز، وكيجي الشكل ديالو هكا سامبل خفيف وما ما كياخذش معنا الوقت بزاف في الفينيسيون، كيجي على هذا الشكل هذا. صافي من بعد الشكل الاخر البنات اللي درت ليه شوكولاته بيضاء غنحتاج هنا الفويتين بنكهه الحامض راه متوفر كيتباع، وهنا عندي التعليكه ديما كما قلت لكم ناباج نصف ديالو غليكوز واغوم ديال السيترون. صافي هاد التعليكات من اسهل، هاد التعليكه هذه ديال الناباج والغليكوز من اسهل التعليكات وكيجيو لذاذ. ان شاء الله مازال غادي نشارك معكم بزاف ديال التعليكات المعتمده عندي. انا هذه كتعجبني حيت ما تتعطيش، ما كتجيش حلوه بزاف، يعني ما كنديرش فيها العسل وكندير فيها هذيك التخليطه كامله ما تتعجبنيش، اغلبيه كندير هذه. الا زدت كاع معاها كنزيد معاها شوكولاته غيش كتعطي واحد اللذه حتى هي. وصافي كما شفتوا معايا الفيديو راه شارح راسو كنديروا داك الطريفات ديال الفويتين من الجنيبات هكا عشوائيين. صافي كيجي الشكل هكا زويون بحال غابيل ديال السيترون، يعني كيجي كل شكيل عنده واحد نكهه خاصه. هنا خديت التعليكه نفسها غير الاغوم اللي مبدله ديال الفريز. صافي كندهن الوجه ديال الصابلي بهذا الشكل هذا وكنحط وسط منه هذيك الفراشه وكنفند هنا في اللوز كونكاسي. غادي نشارك معكم ان شاء الله حتى الطريقه ديال كيفاش كنخدم اللوز والكاوكاو، حتى هما جاوني لي تساؤلات بزاف. وصافي تيجي الشكل ديالها فحال ما هكا كيجي غزال زويون. صافي هنا الشكل الاخر الدائره الكبيره اللي درت ليه ديك الوريضه، درت هنا تعليكه دايره من اسمها بالقهوه سريع الذوبان، وكذلك النكهه ديال الكافي والناباج والجلوكوز. صافي كنسرح هكا ديك سميتها تعليكه فوق الوجه ديال الصابلي، كنحط الشوكولا وكندوز هكا في اللوز وصافي تيجينا الشكل ديالها حتى هو زوين وسهل. يعني هاد الاشكال ساهلين ما تيديوش معنا بزاف ديال الوقت وحتى اللوغو ديالهم تيجي غزال. صافي كناخذوا نقيطه من ديك التعليكه كنحطوها الوسط ودرت هنا واحد العقيقه. صافي كتجي كتخرج هذيك داك النواغ، ما تيبقاش نواغ في نواغ، كتخرج هذيك الوريضه. صافي كيجي فحال ما هكا.
بالنسبه للشكل اللي فيه هكا اوفال وفيه ديك التقيبه، درت هنا شويه ديال الكراميل من الجنيبات. كراميل تا هو صنع منزلي ان شاء الله غادي نشاركو معكم، غير صبروا عليا عرفتي مع الضغط ديال الخدمه وهذا الشيء. والله العظيم الا قليل فين كنلقى الوقت فين كندير شي فيديو. هذاك الشيء علاش كنغبر عليكم من اليوتيوب. صافي كناخذوا هنا التعليكه ديال البيستاش حتى هي فحالهم، غير لاغوم اللي مبدله كنديروها الوسط. وخديت هذا العقيق هذا على هذا الشكل هذا وصافي، وحطيت هكا على شكل وريضه او على شكل عشوائي اللي بغيتو نتومايا كتحطوها، كيجي هكا الشكل ديالها زوين. صافي بحال ما هكا. الشكل الاخر اللي على شكل قليب حتى هو درت ليه الكراميل من الجنيبات وغنفندو في اللوز، وعمرت بالتعليكه ديال الفريز، اولا تقدروا تعمروا بالتعليكه ديال الفرomboise. يعني هذا اللون الاحمر كيعطي جماليه داك القليب، يعني كيجي حسن. يعني كندير انا يا الاحمر يا الكراميل هو اللي كندير في هذا الشكل هذا كيجي غزال. صافي البنات كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا الشكيلات كاملين اللي عندنا. وهنايا البنات هذا هو الشكل هذا كيجي بحال ما هكا. وهذا هو البلاطو ديالنا ديال اليوم، متنوع ان شاء الله. الفيديو الجاي غادي نشارك معكم الطريقه ديال الصابلي اللي فيه الاسم، حتى هو جاتني تساؤلات كثيره، غادي نديرو لكم ان شاء الله هكا مفصل. درت لكم هذا الفيديو كنعتذر الا كنت كنزرب لكم في الشرح ولا هذا، فقط غير باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف، وهكا تاخذوا ما قل ودل وتاخذوا الحاجه اللي غادي تفيدكم. كنتمنى لكم البنات دوام الصحه والعافيه، وعشركم مبروكه بالصحه والسلامه. خليتكم على خير الى فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.